اقول بقى الحكم هو السبب والحكم جه علينا ولولا الحكم ومش لولا الحكم. الحكم جه علينا، الحكم جه علينا، اتظلمنا، اتظلمنا من اول الماتش. الحكم متحفز ضد مصر، باين في كل الالتحامات وفي كل الفاولات، وبان قوي في اللقطه بتاعت امام عاشور اللي انا اساسا مستغرب ليه ما حدش من اللعيبه ولا الجهاز الفني اعترض ولا وقفوا اللعب ولا اي حاجه عشان خاطر الكره دي. لكن احنا سايبين الحكم وسايبين كل ده وسايبين اللقطه بتاعت عمر مرموش. يعني انت مرموش كان بامكانه ينهي الجدل ده كله، كان بامكانك تروح لوحدك، يا عم روح هات انت الجون. لا، هستنى، همشي بيها، هاخدها من صلاح وامشي بيها شويه وبعدين اعملها اللعبه بتاعت مانشستر سيتي اللي هي كده اهو. هتروح دي ما بيعرفش يعملها حد غير اللي بيلعب في مانشستر سيتي، يعملها كده اهو. مش فاهم يعني انا، ما عمر مرموش بصراحه يعني الكره دي كان بامكانها ان هي تنهي الماتش كله وتنهي الجدل وما تخليناش اصلا نروح لنقطه الحكم ومش الحكم والكلام ده. يعني انا ما اعرفش ازاي. يعني في كذا حد كده بيجي على الكابتن حسام ويقول لك اصل التغييرات هي اللي بوظت الدنيا. ما هو ما عملش تغييرات كده من عنده، يعني هو ما قررش يشقلب الماتش. امام عاشور اتصاب خرجه، هيثم حسن اتصاب خرجه، هو الوحيد اللي كان سليم وخرج زيكو، وبعد منه مهند لاشين بعد ما اتغلبنا يعني هو تريزيجيه اي نعم كان نازل تايه في الملعب. مرموش طبعا يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيه. لكن حمدي فتحي يعني لحد ما كان كويس بس كان اداؤه دفاعي اكتر. الراجل ما عملش حاجه، يعني ما فيش حاجه هو اخترعها غصب عنه، وهيجيب من فين؟ ما فيش غير يعني اللي قاعدين بره ما نزلوش ابراهيم عادل ودونجا ومحمود صابر. يعني او ينزل الشناوي بقى يلعبه قدام. ما فيش يعني، ما يعني زي ما ابراهيم فايق قال قبل كده ما عندناش خلاص. يمكن كان ترجع تعيب على الاختيارات من الاول، كان ممكن زلاكا، كان ممكن قطه يبقى ليهم ادوار يعني بشكل افضل في اللقطات زي كده. لكن خلاص ما عندناش. يعني هو الراجل باللي موجود معاه ده وصل للمرحله دي، بارك الله فيه كتر خيره، عمل اعجاز مش انجاز. ان الماتش موجه ومسيس ومطبوخ. وانا كمان يعني انا عشان مؤمن بنظريه المؤامره، انا عندي احساس انه كمان في يعني الموضوع في نفس التوقيت بيبقى فيه ضرب في ايران و... ومش عارف مين اللي ماسك اللجنه المصريه في غزه بيتضرب وكل ده بيحصل في ساعه الماتش. انا عندي اعتقاد في كده. لكن ده ما يمنعش برضه انه كان مرموش بامكانه ينهي القصه دي كلها. يعني انا عارف ان هي مطبوخه، وعارف ان الوضع مسيس، وعارف انه ما ينفعش ميسي يخرج على ايد مصر عشان خاطر يعني الحبكه الاعلاميه والقصه دي. 2006 في كاس العالم للانديه كان النادي الاهلي عمل بطوله بشكل كويس واخد مركز ثالث، ومحمد ابو تريكه كان عامل اداء خرافي وكان جايب 3 اجوان في البطوله. وبعد ما الاهلي اخد المركز الثالث بلغوا محمد ابو تريكه ان هو واخد جايزه ثالث افضل لاعب في البطوله، وهيتم تكريمه بعد ماتش النهائي. بس ده كان معمول حسابه انه برشلونه هيكسب النهائي وهيبقى افضل لاعب من برشلونه وتاني افضل لاعب من انترناشونال البرازيلي، والتالت يبقى محمد ابو تريكه، وتبقى البطوله بشكل اعلامي ماشيه بشكل كويس يعني ولطيف بالنسبه لهم. فطبعا الصدمه كانت انه برشلونه اتغلب وانترناشونال هو اللي اخذ البطوله. فعلى اساسه قال لك خلاص مشوا الولد المصري ده اللي هو هياخد افضل ثالث بلا مصري بلا بتاع، وادوا تقريبا افضل لاعب لديكو، وتاني افضل لاعب للاعب كان من انترناشونال، والتالت كان رونالدينيو، على اساس يعني برضه يبقوا حاملين لها حبكه اعلاميه شويه عشان البطوله شكلها يبقى طالع ظريف. الموضوع ده معانا من زمان، السياسه في الكوره والنواحي الاعلاميه والحاجات دي من زمان موجوده. انا مش بقول لك انها مش موجوده، واحنا عارفينها. ولو انت رايح مش عارف ان في عنصريه وان الحاجات دي موجوده، يبقى انت غلطان والمشكله عندك. بس كان الاولى ان احنا ما ندهمش الفرصه دي.